السلام عليكم البنات. اليوم عندي واحد الكرمة حمراء اللي غادي نخليها بواحد الطريقة سهلة ما تعجزش. يعني كيكون متوفر الكرم الابيض والاحمر وراه رخيص وحلو في وقته. واحد يجيب هكا كرمة كبيرة ولا ويقطعها ويخللها. عندي هنا كرمة اللي ما خصش يقيسها الماء، حيت لها غير دوك الوراق اللي هما يعني ناشفين، وقطعتها رقيقه رقيقه بزاف. وزنت هنا وزنت نص كيلو نتاع الكرم مقطع رقيق، معاه نص معلقه كبيره د الملحه. ما خاصوش يقيسوا الماء تماما، يعني غادي يتخلل بالملح بوحدو. هاد الطريقه هذه كدار الكرم الاحمر والابيض. طريقه سهله وفيها منافع كثيره. الميكروبيوتي كينفعنا بزاف. هكا على السلطه نحطوها على السلطه ديالنا، ولا ناخذوها هكا هي كسلطه، راه ما فيها لا حموضه لا والو، كتعطي واحد الغاز ديالها لذيذ بزاف. اللي عجنتها مزيان فركتها بيدي حتى داب الملحه، وغطيتها وخليتها ارتاحت، ومن بعد عاودت لها فركه اخرى حتى تحسي خرج منها، يعني خرج داك العصير ديالها. ومن بعد صافي عمرتها في داك البقال الدجاج اللي يكون مغسول ومعقم تماما صافي، ودقسيها. انا هنايا الكرمه اللي كانت عندي كان فيها كيلو ونص. هنا عبرت لكم غير نص كرمه، يعني كيلو الكرم مقطع وموزون، معاه معلقه كبيره عامره بالملحه. انا درت لكم هنا قياس نص كيلو، كملت الباقي بعدين. كيجي لذيذ من بعد 15 يوم صافي بداو تستغلوه، كيجي لذيذ والصحه.